السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني عن اي فودة من قناتي كل يوم وصفة، ان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. ان شاء الله نعمل مع بعض طاجن البامية باللحمة. واحنا شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله شكل البامية، شايفين ما شاء الله. وهنشوف الطاجن اللي شايفين ما شاء الله شكل البامية مستوية ومظبوطة، وشايفين ما شاء الله ما تهرتش معانا، واللحمة مستوية ودايبة. شايفين ما شاء الله. هنا اللحمة مقطعينها قطع متوسطة كده بالشكل ده. هنا الطاجن ده مع بعض شايفين هنا ما شاء الله. فضينا الطاجن ده عشان نشوف سوى اللحمه. شايفين ما شاء الله اللحمه مستويه ودايبه. شايفين ما شاء الله، شايفين كده ما اتهرتش معانا. وهنعرف ازاي ان انت تعمليها والباميه تطلع سليمه معاك كده ما تهرتش وتطلع مستويه ودايبه. لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس، ويلا نبدا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه عشان نعمل طاجن الباميه، دلوقتي معانا حله على النار، حطينا فيها معلقه من الزيت ومعلقه من السمنه وسبناهم سخنوا جامد. معانا نص كيلو من اللحمه، هي اي نوع لحمه عندك. انا عندي لحمه بقري بالعظم. هنحطها الاول نشوحها. بسم الله. تدي اللحمه الصدمه الاول وتشوحها كده في معلقه السمنه معلقه الزيت. احنا شايفين كده ما شاء الله ما شاء الله بتاخد معاكي اللون البني الجميل ده. والنار عاليه ما تهديش النار. وهنا كده بعد ما ادينا اللحمه الصدمه هننزل عليها ببصلايه كبيره مقطعينها وسط. بسم الله. وهنشوحها مع اللحمه ب3 من القرنفل و4 فصوص من الحبان ورق لوري. وهنشوحهم برده مع البصله مع اللحمه. بعد ما شوحنا اللحمه مع البصل مع البهارات في الحصى، هننزل بمعلقه من الثوم المهروس وهنشوحها مع اللحمه. شوحت معانا كده. هنا كده بعد ما اللحمه اشوحت معانا كويس مع الثوم مع البهارات، ما احنا شايفين كده. هنضيف لها كوبايتين من الميه المغليه. بسم الله. وهنضيف رشه من الفلفل الاسود. هنسيب اللحمه كده ولو ظهر ريم على الوش هنشيله، وهنهدي النار ونخليها وسط ونسويها 3/4 سوا. هنسويها بس 3/4 سوا لانها لسه هتكمل مع الباميه. وهنا معايا الباميه غسلتها الاول وحطيتها في مصفى تصفي خالص، وبعدين جيت قمعتها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بتشيلي الجزء اللي تحت ده وبتقمعاه كده كانك بتبري قلم. بس انا ما كنتش عاملاها النهارده، انا عاملاها امبارح. غسلتها وسبتها تصفي وقمعتها بالشكل ده. وهنا معانا اللحمه بعد ما ضفنا لها كوبايتين الميه وسبناها تستوي وشربتهم خالص، هي كده مستويه معانا 3/4 سوا. انا ما كنتش عاوزه ميه زي ما احنا شايفين كده، ما فيش اي ميه، سبتها شربت الميه خالص. دي الماده الدهنيه اللي احنا حاطينها في الاول. وده دلوقتي معانا الباميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنضيف الباميه وهنشوح الباميه مع اللحمه. اهم حاجه التشويحه دي. لو تعمليها باميه من غير لحمه زي ما احنا عملناها المره اللي فاتت هتمشي بكل الخطوات ما عدا ان انت تحطي اللحمه. يعني هتحطي البصل الاول تشوحيها في الماده الدهنيه، وبعدين هتضيفي عليها الثوم وهتضيفي لها الباميه طبعا من غير ما البصله ولا الثوم ياخد معانا لون. انت بتشوحيهم بس وتضيفي لهم الباميه وتشوحيهم مع بعض. ولو عندك الخطوات دي ما عدا ان انت تضيفي اللحمه. احنا بنشوح الباميه معانا معلقه صغيره من هريسه الشطه، ولو انت مش حاباها سبايسي ممكن تستغني عنها وتضيفي قرن فلفل احمر او وتقطعيه مكعبات صغيره. وده هريسه الشطه اللي احنا عاملينها مع بعض. وهنضيف عصير ليمونه عشان الباميه يفضل لونها اخضر معانا. بعد ما شوحنا الباميه كده كويس خدت معانا التشويحه المظبوطه. وهنا معانا ريحه من عصير الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضيف معانا رشه من السكر عشان حموضه الطماطم. وهنضيف معانا البهارات، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من السبع بهارات، نص معلقه صغيره من بهارات اللحمه، رشه صغيره خالص من الحبهان البودره. وانت لو عاملاها باميه من غير لحمه هتضيفي مكعب مرقه او مرقه فوريه. الملح، وطبعا احنا ما كناش لسه ضفنا ملح خالص مع اللحم. وهنسيبهم يستووا مع بعض ونرجع نشوفهم مع بعض ان شاء الله. وهنا كده شايفين ما شاء الله شكل الباميه بعد ما اتسبكت. شايفين ما شاء الله. وتعرفي ازاي ان الباميه استوت؟ تاخدي واحده كده تضغطيها على حرف الحله كده تعرفي ان هي كده استوت. هنا كده حطينا معلقه كبيره من السمنه ونزلنا فيها بمعلقه كبيره من الثوم. بسم الله. وهنا كده بعد ما الثومه بدات تاخد معانا اللون الذهبي هننزل بمعلقه كبيره من الكزبره. بس ما ينفعش تحطي الكزبره الاول مع الثوم، هيتحرق وطعمها يمرر. خلاص بعد ما خد اللون الذهبي هننزل بالطشه على الباميه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله. شايفين ما شاء الله شكل الباميه واللحمه بالطشه جاهزه معانا. هي كده خلاص الباميه هنديها غلوتين وكده هتبقى جاهزه معانا. ممكن تاكليها على كده وممكن تحطها في طاجن وتدخلها في الفرن اللي انت حباه، بس احنا هندخلها في الفرن تاخد لون وطعم الفرن. وهنا كده معانا الباميه بعد ما سيبناها دقيقتين على النار بعد ما حطينا لها الطشه. وهنا معانا الطواجن حطيناهم في الفرن سخنوا. بسم الله الرحمن الرحيم.
شايفين ما شاء الله. اهم حاجه ان انت تحطي الطواجن تسخن على النار وتضيفي فيها الحاجه اللي انت هتضيفيها. شايفين ما شاء الله. طاجن سخن، ان الطاجن سخن والباميه باللحمه تاخد من ريحه وطعم الطاجن. كده زي ما احنا شايفين وصفتنا النهارده خلصت. طلعنا الطاجن الباميه باللحمه من الفرن، قدمنا معاه رز بشعريه او ممكن تقدمي معاه عيش، وهنشوف ما شاء الله شكل الطاجن. شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله شكل الباميه، شايفين ما شاء الله. والحبايه سليمه وما اتهرتش. شايفين ما شاء الله. واللحمه مستويه مظبوطه. شايفين ما شاء الله. وهنا اللحمه، وهنا دي قطعه من اللحمه. شايفين ما شاء الله مستويه ودايبه. اهم حاجه ان انت تسويها الاول، انت في الاول تسويها 3/4 تسويه عشان تطلع معاكي بالشكل الجميل ده. زي ما قلنا لو انت مش هتعمليها باللحمه وهتعمليها طاجن باميه بس، هتعمليها بنفس الطريقه بس هتحوشي خطوه ان انت تحطي اللحمه. ولو عجبتكم وصفتنا النهارده اعملوا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.